بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. في هذه السورة تكلم عن أن يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله ما يتعلق بالتقديم في حكم قبل أن يعرف حكم الله وحكم رسوله. وبعد ذلك تكلم عن الأدب مع رسول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك تكلم عن مثير الفتنة بين الناس وهم الفساق الذين يشيعون الإثم بين الناس ليتقاتلوا، ولذلك قال: إن جاءكم فاسق بنبأ. قبل أن يتكلم عن أحوال المؤمنين الآخرين تكلم عن الفاسق، بدليل أنه قال بعده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يبقى القتال بين الطائفتين نشأ عن إيه؟ عن إفساد من قوم نقلوا كلاما إلى قوم فشاءت بينهم الإيه؟ القتال. وبعد ذلك تكلم عن المؤمنين. المؤمنين دول قسمين: قسم حاضر وقسم غائب. فالحاضر قال: لا يسخر قوم من قوم، وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. والغائب قال: لا يغتب بعضكم بعضا. الله. إذن استوعب كل أصناف الإيه؟ ولكنه أخر شيئا في الذين قالوا إنا مؤمنون، فرد الله عليهم: إنكم لستم مؤمنين، أنتم مسلمون، لأن الإيمان لم يدخل قلوبكم. وهذه مسألة تعرض لها الفخر الرازي، ولكنه أظنه سهى عن المسألة الأخيرة في القوم الذين ادعوا الإيمان مع أنهم لم يؤمنوا بقلوبهم، بل أسلموا إسلاما بإيه؟ بالإسلام انقياد الظاهري، يعني شغلة المنافقين. الحق سبحانه وتعالى هنا يقول: لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهزاء، والاستهزاء والسخرية لا يكون إلا من إنسان علا في شيء أمام إنسان ضعيف في هذه الشيء. يعني غني لا يسخر من فقير، هذه واحدة. قوي لا يسخر من ضعيف. سليم التكوين لا يسخر من مأوف أو معوق. كل حاجة لازم، مش ممكن واحد يهزأ من واحد إلا أنه رأى نفسه إيه؟ أعلى منه. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ما فيش حد ابنه، فالخلق كلهم عياله، فلا يفضل واحدا على واحدا إلا بميزان واحد هو التقوى. إنما شكله، غناه، فقره، ضعفه، قوته ملهاش ميزان عند الحق سبحانه وتعالى. فالذي يسخر من إنسان دونه، الحق سبحانه وتعالى يقول: لو تتبعت ما فيه من فضائل أخرى لوجدته أنه يفوقك في هذه الفضائل. إذن احنا انتهينا إلى قضية قلناها، ولو استقرأتها في كل الوجود لوجدتها قضية عادلة سليمة: مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. بس انت واخد 100% في العضلة، وواحد واخد 100 في عقله، واحد واخد 100 في الرضا، واحد واخد 100 في الصحة. فكل واحد له درجة، إنما المجموع كل واحد، لأن الله لا يريد أفرادا مكررين في الكون، لأن المصالح العامة تحتاج إلى مواهب شتى، وما يمكنش يجعل واحد فيه كل المواهب. مش واحد عايز يبني بيت يشتغل مهندس، واحد يبقى له عطيه يعمل حقوق وقاضي، واحد مش ممكن حساب يعمل حاجة. يبقى كل واحد ربنا عامل له ايه؟ موقع، عشان كلنا نحتاج ليه؟ ولذلك قال في آيات أخرى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. طيب أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ ما هو ما دام رفع بعضكم فوق بعض يبقى فيه مرفوع ومرفوع عليه. مين؟ غني وفقير بس؟ نقول لك لا، فهو مرفوع في شيء
ومرفوع عليه في شيء آخر. ولذلك ضربنا المثل بالباشا اللي دخل ايه القصر لقى فيه ريحة وحشة، وبعدين لقى البكابورت مسدود، وبعدين زعق لخدم القصر وقال لهم امال فين الراجل بتاع المجاري ما جاش؟ قالوا رحنا له وهو مشغول بحكايه ولا جاش. الباشا بجلاله قدره ويروحوا للحد يلاقيه برضه بيعمل العمليه في مجاري اخرى، يترجاه على انه يجي عشان يعمل له، انا ما اقدرش اجيب اللي في ايدي، يقوم يترجاه ويغري. اهو الباشا دلوقتي مرفوع عليه من الراجل بتاع المجاري. فيبقى كل واحد مرفوع في ايه؟ واحد عايز يبني عماره وغني وعنده فلوس وكل حاجه، وبعدين عايز المهندس جه قاعد يرسم، يقوموا عايزين ناس فوق عليها يقعدوا يفحتوا. هل المهندس بقى والتاني هيقعدوا يفحتوا؟ يبقى لازم له ناس متخصصين، المهنه بتاعتهم عضليه، يبقى لازم يروح له. انا عايز مثلا ما عنديش ان انا اشتري سياره وعايز اروح مشوار طويل، يقوم يسخر لي واحد جايب عربيه بعربجي ومش عارف ايه وبتاع واركبه. الله، يبقى لما لقيتش العربيه اتعطل، يبقى العربجي بعربيته مفضل علي في هذا الايه الوقت. الراجل اللي يجي مثلا للعالم اللي يقعد 20 30 سنه يدرس العلم، وبعدين يجي اي واحد يمسح له الجزمه ولا حاجه يقول له اساله سؤال، ساله سؤال فاجابه. هل لما سال السؤال واجابه اداله فلوس؟ ما ادالوش. اهو بيمسح له الجزمه، يقول له اهو انت زي ما انت مسخر ليا تمسح لي الجزمه، انا كنت مسخر لك 30 سنه بحضر علم وامتحن واشقى انا واشقى اهلي عشان يصرفوا عليا وبتاع عشان اخدم حضرتك لما جيت تسالني السؤال. يبقى انا كنت مسخر لك ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد ايه مسخر في شيء ومسخر له في ايه في شيء، يبقى مجموع كل انسان يساوي. فالانسان المنصف ما يحتقرش حد، ما يسخرش من ايه؟ ما يسخرش من حد. مثلا لما جه الراجل بيتهوفن اللي عمل الموسيقى، عمل الموسيقى اللي الناس كلها الى الان بتسمعها قال وتطرب منها، اهو كان اصم، يعني آلة الاستماع فيه معطلة. تيمور لانك اللي دوخ الدنيا بالفتوحات كان اعرج مش قادر يمشي. اذا فكل واحد فيه ايه؟ فيه شيء فضله على غيره، وفيه شيء هو مفضل وشيء مفضل ايه؟ مفضل عليه. فايها المفضل في شيء اياك ان تسخر من الذي دونك، لانه هيجي يوم تحتاج له وبرضه هو يتامر عليك يقول لك لا مش فاضي، لا انا مش عارف ايه. الله، يبقى انت يا باشا مسخر لك الاول وايه وهو وانت مسخر له الايه الان. يبقى اذا الحق سبحانه يريد ان يعطيه مثلا في ان من ليس له ولد، لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. ولذلك الجن كانوا احسن فهم منه، وانه تعالى جد ربنا، تعالت عظمه الله لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. اللي هم العنصرين اللي بيأثروا على الرجال الان، الولد ومين والمراه. وانه تعالى جد ربنا تعالت عظمته لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. يبقى كلنا عياله، وما دام كلنا عياله يبقى لازم القسمه تيجي بالايه؟ بالسويه. اذا كان الله يطلب منا ان نسوي بين اولادنا في القبل، لما تقبل ده لازم تقبل الثاني. وهو اللي خلينا يميز ده عندي، لازم بيميزه في شيء ويجعل غيره مميز عنه في ايه؟ في شيء ايه؟ في شيء اخر. سبب ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، سببه في بيت رسول الله. قلنا ان صفيه بنت حيي ابن اخطب اللي هو كان زعيم بني المصطلق، لما نبي غزاهم فأسرت صفيه من ضمن الاسرى، فأراد رسول الله أن يكرمها لأنها بنت ملك فتزوجها. فلما تزوجها بقت موجودة بين نساء الايه؟ نساء النبي. لما تزوجها طبعا النسوان ايه؟ الغيرة بقى، وزي ما بيقولوا الغيرة ايه؟ الغيرة وايه؟ فقاقيع الحب، ما يغيرش حد يغير على حد لما يبقى ايه؟ بيكون بيحبه. ولذلك لما بقت عائشة تغير، اتغيرت من صفية ما بنت ملك بقى وبتاع وحاجات زي دي. فمرة قالت لها في النقاش
يا يهودية يا بنت يهوديين. فلما قالت يا يهودية يا بنت يهوديين ذهبت باكية إلى رسول الله. ما يبكيك يا صفية؟ قالت إن عائشة قالت لي كذا وقالت لي كذا. فضحك رسول الله لأنه علم إن غيرة النساء دي يعني حاجة طبيعية، يعني ما أدبش عائشة بس راضى مين؟ صفية. قال لها لما تقول لك كده قول لها ولكن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. ايه العظمه دي؟ بالله حق الرد ده هيجي على بال حد؟ ما يجيش على حد. تقول لا ان قالت لي كده قولي لها لا، انني ابويا هارون وعمي موسى الاثنين رسل وزوجي محمد درس اكرم الرسل. يبقى على ايه؟ ما خلاص. ولذلك رسول الله كان اسمه اوتيت جوامع الكلم. اولا دي رد لا يطرأ على بال احد ولا على ابلغ احد، ما يمكنش. انما هو جاء وقال لها كده. لم تعد عائشه تقول لها ذلك لان ابوها رسول وعمها رسول وزوجها رسول. ايه اللي هتقول بقى فيه؟ مثل هذه المساله مع فاطمه برضا وعائشه. ما هي فاطمه بنت خديجه، وخديجه كانت ذكراها على لسان رسول الله ذكرى طيبه، فكانوا النساء يغاروا من سيرتها اللي النبي بيقول عليها. فستنا عائشه يوم غضبت كده وقالت له ايه اللي بيعجبك في عجوز شمطاء حمراء الشدقين؟ قال ولكنها امنت بي قبل ان يؤمن الناس ووستني بمالها ووستني بنفسها وجعل الله لي منها الولد. الله. وبعد ذلك فاطمه لما جت عند عائشه قالت لها اسمعي لا يغرنك ثناء رسول الله ابيك على امك، فان امك اخذها رسول الله سيبا، ما كانت متجوزه قبله، ولكن رسول الله اخذني بكرا، فدي يعني منزله لها يعني. فلما ذهبت باكيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك برضه وقال لها اذا قالت لك ذلك قولي لها ولكن امي اخذت رسول الله بكرا وانت اخذتيه سيبا. ايه العظمه؟ ايه الردود المفحمه دي اللي ما تخليش حد يقدر يتكلم؟ اذا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ايه خيرا منه. ثابت ابن قيس ابن شماس كان اصم، يعني السمع بتاعه تقيل، فكان يحرص دائما أن يكون في مقدمة الجالسين عند رسول الله عشان يسمع، حرصا منه على أن يسمع. فلما جاء يوم وجد الايه المسألة المجلس تامم، يلاقي حتة ما يلاقيش بقى يتخطى الرقاب، وجي عند واحد قال له تفسح، قام قال له اجلس حيث انتهى بك المجلس. ما رضيش ايه يتفسح. قال له من أنت؟ قال فلان. أنا فلان. قال له ابن فلانة. فلما بلغ ذلك رسول الله قال يا ثابت بن قيس قف، فوقف. قال له انظر إلى الجالسين جميعا ما ترى فيهم في ألوانهم وأشكال؟ أرى أسود وأبيض وأحمر. قال له كذلك الناس لا يتفاضلون إلا بالتقوى، ولكنه لم ينسى الرجل اللي لما قال له تفسح نفسح، وقال له في آية تانية وإذا قيل لكم إيه تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. يعني لما يكون واحد عايز عشان يسمع إيه برضه اديله جنب كده ويقعدوا مش عارف إيه. إذا فرسول الله لم يترك أمرا من الأمور إلا وعالجه بحكمة وعالجه بإيه؟ بروية. لا يسخر قوم من قوم. سخرت أيضا عائشة وحفصة، سخرت من أم سلمة. أم سلمة كانت قامتها قصيرة شوية، فكانت سيدتنا عائشة لما تيجي تتكلم تقول لها جاية، يعني تشاور كده القصيرة جاية يعني، فده اسمه لمز بقى. ومرة رجلها وجعها فربطت رباط، فلما ربطت الرباط فضل منه حتة كده، قام الرباط بان من الثوب بقى يجرجر عند كعبها.
قامت غمزت حفصه وقالت لها شوفي البتاع بيجرجر بها كانه لسان كلب. برضه ده ايه؟ سخريه. ودول مين؟ بيت رسول الله. الا انك من الغيره هي اللي ملكاها، والغيرة لا تنشأ الا عن ايه؟ حب. بده يقول لنا ان رسول الله وان كان قد تزوج عائشه الصغيره 7 سنين وهو سنه كذا، الا ان عائشه الصغيره دي تغار على كبره، يعني مش مزهود فيه، مش ايه؟ مش مزهود ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لان فيه فضائل انت مش واخد بالك منها، انما يمكن الزمن يخليك بعدين تحتاج لهذه الفضائل ايه؟ لهذه الفضائل اللي فيه. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. اللي هم النساء مش من القوم، قال لك لا، ده القوم دي الرجال، اسم على الرجال فقط. ليه؟ لانهم هم القائمون بكل امر، ولذلك يقول قوامون على ايه؟ على النساء. مش قوامين على النساء بيتامروا عليهم ويذلوهم، لا، يقومون بامرهم جميعا، والنساء ما لهمش ايه؟ يشتغلوا في حاجه، بس يقعدوا يدبروا البيت ومش على العيال. ولذلك لو احنا قلنا اللقطه دي بتؤكد لنا ان الله سبحانه وتعالى حينما جعل بستانا لادم يمرنه فيها على التكليف ويخوفه من وسوسه الشيطان، قال له اوعى تستمع كلام الشيطان، كل من كل البستان اللي انت عايزه الا الشجره دي. يبقى فاراه ان ياكل ثم نهاه ان يقرب، وقال له بس اوعى الشيطان هيوسوس لك. فلما مشي على هذه الحاله لم يجد له عوره. ليه؟ لأن العورة معناها فضلات احتراق من بول وغائط إلى آخره، وهو بياكل بأوامر الله في المأكول، فيأكل أكلا لا فضلات له. ما شاء الله. زي ما هناكل في الجنة برضه هناكل ولا يبقاش لنا إيه؟ فضلات. لكن لما خد الشيطان قال له لا كل من دي كلب، بطنه كركبت، ابتدأ تيجي له فضلات. الفضلات بقى طلعت الريح والشيء اللي عايز يتغوط بيه، بقت حاجه صعبه قوي. قام بقى يجيب من ورق الشجر ويقعد يدار الايه؟ فتعلم ان كل مخالفه لامر الله تظهر عورات الانسان، فمن اراد ان لا تكون له عوره فالايه؟ افعل ما تفعلش، ما تفعلش. وبعدين نصحه وقال له يا ادم انه عدو لك ولزوجك، اوعى يوسوس لك عشان هيخرجك من الجنه اللي انت فيه. قال له ايه؟ انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. مين هو ومين؟ هو وحواء، مش كده؟ فلا يخرجنكما من الجنه 2 فتشقى. كان الاصول ما يخرجنكما فتشقيا، قال لك لا فتشقى. فكأن هذه الآية رمز لأن كفاح الحياة ومشقتها يجب أن يكون على مين؟ على الرجل والمرأة. يسموها ست بيت، قاعدة تدير البيت وتحمل الذرية وترعاهم، هم أطفال تشخخهم وتأكلهم وتعمل لهم كل حاجة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد إيه؟ عامل لكل واحد مهمة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، لأن الشاعر حتى إيه؟ وما أدري ولست إخوال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجاب القوم مقابل المين؟ كل نساء. ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا غيركم. هو الإنسان هيعيب نفسه؟ طب اللمز العيبه، الإنسان هيعيب نفسه ولا هيغيب واحد تاني؟ قال لك لأنك أنت لما تلمز غيرك تجري الناس على ان يلمزوك انت راخر، فلما تلمز واحد يبقى ده يجرأ الناس على انها تلمز. يبقى لا تلمزوا ايه؟ انفسكم. وذلك الوقت لما تدخلوا بيوت سلموا على انفسكم. هو انا بسلم على نفسي؟ ده انا بسلم على اللي في البيت، مش كده؟ قام قال لك لان اللي في البيت منك لما تقول له السلام عليكم يقوم يقول لك ايه؟ يبقى رد السلام اليك ولا لا؟ يبقى انت بتسلم عليه على ايه؟ على نفسك. نعم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. تنابزوا بالألقاب. النبذ معناه الترك. ومعنى الترك ايه؟ فيه واحد يبقى فيه اسم، يبقى اسم، وفيه لقب، وفيه كنية. مثلا واحد اسمه محمد،
وبعدين لما يخلف ولد يقولوا احمد، يقولوا يا ابو احمد، يبقى اسم محمد وكنيته ايه؟ ابو احمد. وبعدين انسان فاضل كده يقول لك ايه؟ نور الدين. الله، بقت لقب له. يبقى الكنيه فيها اب او ام، خلاص. واللقب مش برفعه او بضعه. واحد يسموه مثلا سليمان بطه مثلا، الله، يبقى اللقب فيه حته شويه. انما هو يكره الاسم ده، ما تقولولوش، ما تنبذوش بالالقاب، ما تجيبش لقب. هي برضو اللي حصلت لمين؟ لستنا عائشه لما قالت لصفيه يا يهوديه. الله، لما تجيب له حاجه هو ينفر ان تقولها، ما يصحش تقولها. ليه؟ لان دي يهيج فيه غرائز الغضب عليك. لان لو كنت بتحترمه كنت تجيب له باحب الاسماء اليه، تشوف مين احب الاسماء اليه تقدر تقولها. ولذلك قالوا في الفقهاء اذا واحد اذنب ذنب ثم تاب منه، خلاص، اياك ان تذكره بذنبه. واحد كان بيشرب خمر والناس وسكر وبيدخل يقول لك، وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي، اللي يقول له يا خمرجي يبقى قذف فيه. ليه؟ لأن بقى أصبح لقبا مكروها له. اللي بيلعب قمار وبعدين تاب عن القمار تقول له يا أمرتي، اوعى تقول له يا أمرتي، خلاص ما دام تاب واستقام انتهى. فاليهودية اللي هي صفية أسلمت، ما كانش صح إن نقول لها إيه؟ يا يهودية. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله، تجيب له حاجة وحشة بعد ما أسلم تذكره ليه بالماضي السيء؟ ما يصحش تذكره بالايه؟ بالماضي السيء، لانه يكره هذا الايه؟ هذا اللقب. ولذلك ادعوا الناس باحب الاسماء اليهم. نعم. ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم، اللي هو هتجيب له اللي فيه عيب بعد ان امن، يبقى صفه وحشه. ومن لم يتب عن ذلك فاولئك هم الظالمون. لأن من حق صاحب الذنب إذا تاب عنه أن لا يذكر به، وإلا يبقى تذكيره به كبت لإيه؟ لرجولته ولمشاعره ولأرمانه، تقولها له خلاص. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ هو الخاطر يخطر بالبال عن أي شيء. نقوم نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبة، ترتب عليه بغض، ترتب عليه كره. إنما الظن الحسن ما فيش أبدا أي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بأنه ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفية لتطلب منه شيئا وهي طبعا محتجبة. خرج أبو بكر وعمر فرأى النبي واقف وهي مين؟ وهي واحدة. قاموا رجعوا، قال يعني مش عايزين ايه؟ النبي يشوفهم هم شافوه. قال على رسلكما، اقف انت وهو، انها صفية. الله بيقول لهم انها صفية ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا له عليك يا رسول الله الظن؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. فحسم المسألة عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان المسألة تبقى ايه؟ تبقى صفية. إذا الظن نوعين، ولذلك هناك يقولوا ظن السوء، إنما في ظن إيه؟ وهناك في حديث الإفك، فلولا إذ سمعوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. لولا إذ سمعتموه، أي حديث الإفك، ظن المسلمون والمسلمات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. لما شافوا اللي هو صفوان بن معطل جايب عائشة بعد، لأنها تخلفت في الركب، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوة بني المصطلق. فلما طلعت لقت الركب يمشي، وقالت علة ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل. يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بان ما فيش حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه، حد اخر يعني معقب، يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجه، حد. فوجد مين؟ عائشه والركب سابها. خلاص
فأدار له ظهرها، ولما أدار ظهرها همت تدخل في الهودج، وبعدين شال الهودج وحطه ومشوا من عدم. لما الناس سقفوا صفوان جايب عائشة قال ده كانت مختلي بيه. فلو أن فيه ظن حسن كان يقول لك ما هو ده الراجل اللي بيعقب على اللي بيشوف مين اللي اتأخر ومين اللي مش عارف ايه. انما لازم فيه ناس اشاعوا هذه الايه؟ اشاعوا هذه الايه الفتنه. فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. إذن ففيه ظن إيه؟ والظن الحسن هو أن تحتاط من الشيء وإن لم أنت ما تعملوش أثر سيء. يعني هو قال لك إيه؟ أنا أظن أن الطريق ده فيه ناس متربصين بيك وعايزين يعملوا فيك مثلا حاجة. ده ظن بقى هو. يقوم يعمل ترتيبه إنه يحتاط شوية. ولما عمل احتاط بعد ذلك يقول اللي جه قال له كده يبقى ظنه ايه؟ بده ينجيني، ما بدوش يعتبني، ما بدوش يعمل لي انا ايه مقلب او الى اخره. يبقى ظن الخير دائما ما دام لا يترتب عليه حكم. انما ان كنت عايز ترتب حكم لازم تتاكد بقى وتعرف المساله على حقيقتها. ولا تنابذوا بالالقاب. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف الاحتياط الادائي في القران، مش اجتنبوا الظن كله، لا اجتنبوا كثير من الظن، انما بعضه نعم. ان بعض الظن اثم، يبقى مش كله اثم. ولا تجسسوا. تجسسوا يعني ايه؟ التجسس هو تتبع عورات الناس، والحق سبحانه وتعالى بيبقى له الصفات بتاعته فيها لها مقابل. يقول لك ايه؟ معز مذل، محي مميت، قابض باسط. كل صفات الافعال في الغير لها مقابل. محيي لغيره، مميت لغيره، انما هل حي لها مقابل؟ ما يقولش ميت. يبقى الصفه اللي لها مقابل تبقى صفه في الغير، يحيي غيره ويميت غيره، انما حي في ذاته ما يجيش لها ايه؟ ما يجيش لها الايه؟ المقابل. فلما ربنا اسمه الستار، هل له اسم الفضاح؟ لا. ولذلك يقول الحق ابغض العاصي ولكني اكره من يتتبعه. ليه؟ قال لك لان التتبع يشيع الفاحشه، ويكفي المستتر بالمعصيه ان لا يزال عنده حياء ايماني بانه مستخبي وبيعملها. ولذلك قال الفقهاء لو ان واحد قاعد في خص هو واهله، الخص انتوا عارفين بيبقى من عيدان كده وفيه فراغ، لو ان واحد شاف واحد بيبص من الخص عليه وبعد ذلك جاب عصا وكده فخت عينيه ما يدفعش حاجه، لان دك اللي اعتدى بانه ايه؟ تجسس. خلاص. الله ليه؟ لان الله يريد ان لا تشيع الفاحشه. لان لما تشيع الفاحشه يقول لك يا سيدي وماله، ما فلان عملها، ما فلان مش عارف، والتاني انما ما يلاقيش حد يبقى هو اللي هيبدا. لا. اذا ولا تجسسوا. ودي حصلت لسيدنا عمر. سيدنا عمر كان ايه؟ يعمل عسس بالليل، يعني ايه؟ يمشي في الليل يشوف الرعيه ايه شكلها. فبلغه ان ابا محجن الثقفي يشرب خمرا في بيته هو واصحابه، فتسور عليه الباب فلقاه قاعد وياه الراجل ولا عندهمش لا خمر ولا اي حاجه. قال له يا عمر لقد ظننت اني كذا، فانت بدك تصنع حاجه لكن فاتك اشياء في الدين. اولا لم تاتي البيوت من ابوابها، ثانيا دخلت بلا اذن ولا استئذان، وربنا يقول اذا دخلت فسلموا على اهلها. يبقى انت عملت ايه؟ حاجتين اتنين. فاللي وياه قال له صدق يا عمر، فراح سايبه وتنه ايه؟ وتنه ماشي. يبقى معنى التجسس ان تتتبع عورات الايه؟ عورات. يقول لك يجب حسبه من حياء الايمان انه ستر بلاءه، لان النبي قال اذا بليتم بشيء من المعاصي يعني فايه؟ استتروا. يعني واحد مثلا ما بيقدرش يصوم ما يجيش كده في الشارع وايه؟ ليه؟
لان الشبان اللي يشوفوه هم لسه بيربوا خميره دينيه في نفسهم، يشوفوا ده راجل يا اخويا بيفطر، يقول لك ايه ما ده شو انا شفت فلان بيفطر. انما لما يدرى بها يبقى ما فيش اسوه، ما يحصلش ايه اسوه. يبقى معنى ذلك ان قضايا الدين ما يبقاش لها خدش من اي ايه، من اي نحو، ولا تجسسوا. في تجسسوا في تحسسوا. القران ايه؟ يا بني اذهبوا ايه فتحسسوا من يوسف واخيه. يوسف واخوه مش عارفين هم فين. قال يا اولاد كده يمشوا كده، يعني زي ما تقول له طب روح الشمشم كده على زي المخبرين ما يمشوا يشمشموا على بعض القضايا كده وبتاع. يبقى التحسس غير الايه؟ التجسس تطلبه عوره، انما التحسس تطلبه شيئا لا عوره فيه. انت بيطلبوا ابنهم، يعقوب عايز يجيب ابنه، فقال يمشوا كده ويشمشموا عليه، يمكن يكون في حته ولا بتاع ولا اي. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طب اي بعض واي بعض؟ اي بعض مغتاب واي بعض هو اللي بيغتاب؟ مين اللي بتقع عليه الغيبه ومين اللي تقع منه الغيبه؟ ان تذكر اخاك بما يكره وهو غائب، فان ذكرته بما يكره ان كانت هي فيه صحيح فقد ايه؟ بغته يعني ايه؟ اظهرت الشيء اللي كان يجب انه يبقى ايه؟ مختفي. وان لم تكن فيه فقد بهته، اي افتريت عليه وكذبت. يبقى ما يصحش انك كنت انك انت عمر عمل ايه؟ عمر دخل كده وحصل كده، قال له لا انت حس تعمل حاجه، انما جبت مخالفتين اثنين، مخالفه في كده ومخالفه في ايه؟ ولا يغتب بعضكم ايه بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لأن اللي أنت بتغتابه دي غايب عنك، مع أنه حي. شبهه الله سبحانه وتعالى بميت غاب عن الحياة، والميت اللي غاب عن الحياة رحت تاكل من لحمه. هو ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه، وده غائب برضه ما يقدرش يدفع عن نفسه، فشبهها بشيء بشع عشان النفس ايه؟ النفس ايه؟ ولذلك حق سبحانه وتعالى سبب الحكايه دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حادثه واقعيه. الحادثه الواقعيه دي انه بعت الوليد ابن عقبه ابن معيط عشان يجبي الزكاه من بني المصطلق. الوليد بن عتبة ابن عقبة بن معيط كانت له عليه دية في الجاهلية في بني المصطلق، فلما دخل عليهم كده لقى الرجال قاموا، قال لك اوه ده عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا الايه؟ الطار بتاعهم مني. فرجع قال له ما اعجل بك؟ قال له امتنعوا عن اداء الزكاة. فرماهم بهذه فتبين رسول الله الامر، فوجد ان هو عمل كده عشان خاف منهم احسن ايه؟ احسن ايه؟ يقتلوه. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يبقى بشع التشبيه. قال له انت لما تغتاب واحد غائب زي ما تكون جبت ايه؟ لحم واحد ميت وقعدت تاكل فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت ايضا له مع الصحابة حادث. كان أنس بن مالك القيم على مؤونة الطعام في بيت رسول الله، أسامة بن زيد. فأراد الرجلان أن يذهبا ليطعما عند رسول الله، فبعثوا سلمان الفارسي. فلما ذهب سلمان قال أسامة ليس عندنا طعام. فرجع سلمان وقال ذهبت إلى أسامة اللي هو خازن طعام رسول الله، قال ما عندناش. فقالوا بخل أسامة، هم عنده بس إيه؟ بخل. سلمان لما رجع إلى القوم اللي عايزين الطعام قالوا والله أنت أصلك وش شوق، والله أنت لو ذهبت إلى بئر سميح يعني فوار بالمية
لغاض ماؤه. الله، يبقى اغتابوا مين؟ اغتابوا ايه؟ أسامة، واغتابوا مين كمان؟ واغتابوا سلمان. فلما أقبل الرجلان قالوا كذا وقالوا كذا، قال رسول الله إني أشم من أفواهكم ريح اللحم النتن. قالوا والله يا رسول الله ما أكلنا لحما هذا. قال لقد اغتبتم أسامة واغتبتم سلمان، فقلتم عن أسامة بخل، وقلتم عن أسامة أنه وشه إيه؟ وحش، ولو ذهب إلى عين فوارة برضه هتغوض منها الماء. اذهبوا فترضوهم، لأنك إن لم تترضى المغتاب فستكون عند الله أقبح من الزاني. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. التشبيه ده يخليك تكره الحكايه دي. لما تيجي تغتاب واحد تقول اخي انا هاكل لحم ميت، تقوم تنفر منها بسبب التمثيل، تنفر منها بسبب. ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصه في هذه المساله. اما ابن سيرين فجاله واحد قال له يا امام احل نفسي منك. قال له لماذا؟ قال لي لأنني اغتبتك. فماذا قال ابن سيرين؟ أنا لا أحل ما حرم الله. أنا لا أحل ما حرم الله. والحسن البصري عمل إيه؟ واحد برضه اغتابه فكان يحب الرطب، فجاء له طبق من الرطب في بواكيره، فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب إلى بيت فلان وقل له إن سيدي يبعث إليك هذا الرطب مع حبه له، لأنه بلغه أنك أهديت له حسناتك بالأمس. فدل على أن الذي يغتاب إنسان يديله حسناته إن كانت له حسنة، فإن لم تكن له حسنة يؤخذ من سيئات من اغتابه إلى إيه؟ نعم. يبقى ده تفظيع لمين؟ للغيبة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حتى لم ييئس الذي زلت نفسه فاغتاب مرة، على الأقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس، يبقى بالزيادة دي فلتت بقى وإيه؟ فقبل الله، يقبل الله التوبة. ليه؟ قال لك تشريع التوبة من الله رحمة بالعالمين وبصاحب الذنب. ليه؟ لأن لو كان أي واحد يعمل ذنب ما يشلوش توبة يوم يستشري بقى ويبقى فائز، يقول لك وأنا مع ما خلاص انتهت المسألة. إنما لما يعرف إن هو لو تاب ربنا يقبل عليه يقوم يخزع على عرضه بقى وإيه؟ ويستأنف عملا صالحا. إن السيئات وإيه؟ الحسنات يذهبن السيئات. يا أيها الناس إنا خلقناكم، ديك بيقول يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، إنما ده خطاب لمين؟ للناس. حين يخاطب الله الناس جميعا يبقى يدعوهم إلى الإيمان بإله واحد، وحين يخاطب المؤمنين بيدعوهم إلى حكم من أحكام الله، لأن ربنا ما بيكلفش إلا من آمن به، ما بيكلفش الكافر، إنما يعمل يقول يا أيها الناس يلفتهم إلى عظمة الحق عشان يؤمنوا بالحق. لما يؤمنوا بقى بالحق أنه إله واحد وأنه قادر وقيوم وحكيم وبتاع يبقى يكلفهم، إنما هم مش مؤمنين به يكلفهم يقول لهم افعلوا كذا، مش ممكن. يبقى علشان تفرق بين خطاب يا أيها الذين آمنوا يبقى مخالفين للأحكام، إنما يا أيها الناس مخالفين لقمة العقيدة الأصيلة وهي الإيه؟ الألوهية الموجودة والوحدانية المنشودة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لأنه لما يبدأ الخلق لازم يبدأ بما به التناسل. ذكر لوحده ما ينفعش، أنثى لوحدها ما ينفعش، يبقى لازم يبقى فيه ذكر وأنثى. لكن في آية ثانية الذي أحسن كل شيء، في سورة السجدة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان
من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. مش كده؟ يبقى إذن الخلق للناس على مراحل ولا لا؟ مراحل. المرحلة الأولى إيه؟ إنه يخلق الأصل ويصوره بإيده، مش بكون كل شيء مقدور في الكون يقول له كن فيكون. إنما دي ولذلك لما قال له إيه؟ أنت بتستكبر بما خلقت بيدي. ده أنا خالق آدم بإيدي، أنا اللي مصوره بإيدي، مش خلقه بالكون. فازاي اللي انا خلقه بايدي ما اقول لك اسجد له ما تسجدش له؟ انت فاهم بتسجد لادم ولا طاعه لامر من امرك بالسجود؟ طاعه لامر. ليه؟ لان الملائكه سيكون لهم دور في خدمه ذلك الانسان، لهم حفظه، مش كده؟ الحفظه يحفظونه من امر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، وله رقيب وله عتيد وله المدبرات امر الله، له حاجات ملك بتخدمه. وذلك مش كل الملائكه ربنا امرهم للسجود لادم، ده في ملائكه ولا ديروا عن ادم دي ولا يعرفوا ايه ادم ولا ايه المهيمون في الله، ما لهمش شغل الا مين؟ الا ربهم. ولذلك بيقول له استكبرت ام كنت من العالين؟ يعني انت استكبرت ان تسجد ولا انت كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر؟ مش هيبقوا في خدمة مين؟ مش هيبقوا في خدمة ايه؟ في خدمة ايه؟ آدم. يبقى لما يكون خلق آدم من طين وبعدين بيقول ثم ايه؟ جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نسله اللي هو ايه بقى؟ ما دام من سلالة من ماء مهين يبقى في زوجية. الزوجية لازم تتوجد له أنثى، وإلى لقاء آخر.